السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة شوامل النجف، واليوم فيديو جديد وموضوع جديد. يلا نبدأ بالصلاة على محمد وآل محمد. شباب، مثل ما عودتكم الأحداث أول بأول، والشغل والترتيبات أول بأول. مثل ما قلت لكم، مدخل مال دخول يمان حمام الزاجل. تمام شباب، اعطونا رأيكم بها. طبعا كانت اكو خشبة هنا، العفو، بالمقاطع السابقة، المقطع السابق شلتها. وشباب، هذا الداقور اللي هنا جاي شوفوه، هذا راح اوخره، ما ابقيه، لان انا هاي مسويها نرماده. شوفوها هي اصلها ضاد، يعني مال كنتور، مسويها نرماده تتحرك. ايش راح اسوي لها؟ اربطها من هنا سيم، من العفو، سلسله من هنا لهنا وذاك الصوب، واقدر انزلها واصعدها. لان هاي من اريد اسد باب الطيور والفرخات، ما اريد بعد خاف تجي مثلا طير غريب مريض، حمام حضره يطب، ومن يطب يسوي له مشاكل، خاف انا اغيب فتره طويله، خاف هاي. فاريدها من اريد افتح، يعني اصعدها من البرج، اصعدها اعلقها اربطها. ان شاء الله عن قريب راح نسويها. يلا شوفوا المفاجأة. وهنا يا الله، اللهم صل على محمد. وفطمنا ذن الحلوات شباب، يعني انا جبت اللي هنا فطمتهن ذن امهاتهن، بس خليك يومين ثلاثة. وهاي الطيرة يعني انا شلت بيضها، لان خطية تعبت هواي زقت. شوفوا شباب، بابا حمام الحضرة، شوفوا من قلتكم شوفوا من الطابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين من قناة شوامل. أظن المرضى أزلناهم بهذا المكان، صارن ثلاثة شوية لين فوق حارة. أظن العلاجات اللي قلت لكم عليها، هذا واحد في 4 وهذا اللي ضرقها أخضر تنفسية، وهذا الفلاجين عنده من قبل. يلا شباب، خليكم ويانا، ورجعنا وياكم حبايبي. وهاي شوف شباب، لما صعدن بابا الامور طيبة ان شاء الله. شوف شباب، قاموا يضربن دايرين 3 ما شاء الله. بس انا هذا حمام الحضرة مجزاني. شوف شوف شباب، وين تحط خليك براحتك حطي. شباب خلنا نراويكم شنو اشتريت طور مع الماي، هذا 20 لتر، 20 لتر ياخذ. صار له ربع ساعة ثانية، وقت ينترس. شوف شباب، هاي واحدة من الفرخات، شوفوا ما شاء الله. شوف تعال 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 تعال. هاي نزلت واحدة،
بعد ذاك شوية يركض ورا حمام الحضرة. يلا شباب يجي يرجع لأن أنا متأكد منهن جاء فلتين، بس إنه شبعانات شوية، لو جوعانات أفضل. وأنا خليت الأكل هنا على مود الحبابات. ها شوفون شلون حلوات. ما شاء الله. والله تعال هاي اثنين هذني، هذا يخاف مني. شي اشيل هاي الكاميرا ارفعها لفوق. يلا شباب خليكم ويانا وراجع لكم. ورجعنا وياكم حبايبي اعزائي المشاهدين. شباب لا تنسونا بالدعم واللايك، همتكم ويانا. شوف شلون جوعانات شباب. شوف شباب هذه حمامة الحضرة. شباب هاي الفتحة سديتها لأن ذني قام يطلع الطيور يردن يبيضن هنا، فخليت سديت هاي الفتحة وخليت ذن التنكات هنا. هاي وحدة هاي اثنين، إن شاء الله خير نستغلها فرصة نشوف. عندنا هنا ذني مثل ما تشوفون بيضات. لا عندنا هاي وحدة بيضة ما شاء الله. عندنا هاي وحدة هنا بيضة، هاي أول وحدة. لا ماكو شي ماكو شي. عندنا ذيك اللي بيضة بالجاب. يلا شباب خليكم ويانا وراجع لكم. شوف شباب هاي وحدة من اللي ضاربها كلاب صعدت تخوف، كانت فوق على السقفية مال البرج على السندويش هسه نزلت. انا عايز هاي صعدت هاي الصغيرة يمها. يلا شباب او خلي نراويكم ايش طبقنا هنا. شوفوا شباب هذا مكان هاي الطيرة الجديدة اللي اشتريتها، لان هنا طبقتين سوا. وعندنا هذا الفحل العفو هاي طيرة على اساس اشتريناه البولند اذا تتذكروه، طبقته على هاي استوهن يردن يزوجن. لان ماكو شي لحد الان ما بيضات. وذني هم بعدين ما بيضات. شباب خليكم ويانا وراجع لكم. رجعنا وياكم شباب وهاي نزلت بالقوة.
شوف نزلت سابقا ذني 3 ما يخافن مني جيت شي اشيل الكاميرا. المهم يندلن هذني اراويكم هذني الامور زينه. اراويكم ذني الفرخات. هذا واحد وهذا الثاني وهاي لسه ما بيضت شباب. بس جايتنا شباب شو تقولون ذي بجواها بيضة واشوفها طونا رايكم. لان بيضات بالقاع هاي بيضت هنا ذن بيضا هاي البيضة وهاي جاي يردني بيضة ذن. شو تقولون شباب ذي بجواها بيضة لو لا؟ خليكم ويانا شباب. ورجعنا وياكم شباب. ما شاء الله كان ساعته كنس ولا بس شباب انا مجوعهم يعني ما اعطي وجبة اكل وحدة من حارة الدنيا. ومعاناتنا بالصيف بدت. خلي شوية نحكي على المعاناة بالصيف. يعني نصيحة لكل هواة الكل جناي المربين اهم شيء الماي. شوف بس انا ليش اشتريت هذا 20 لتر في سبيل خاف يعني مثلا الصبح ما اقدر اصعد اصعد لهن العصر هذا بماي او اصعد الصبح ترسل هنا العصر ما اقدر اصعد الماي. شباب ديروا بالكم على طيوركم وجاكم فصل الصيف والامراض يعني تتحجج مثل ما يقولون. ما شاء الله كثران الامراض. هذا اليوم يطلع راح نعطيه الولد صديقي. اذا تتذكرون ذاك الزاج اللي مشتف احمر هم اعطيناه الواحد قبل يومين وهذا اليوم هم يطلع نعطيه. وبالنسبة للأخ عمر التميمي عاش في ايدك وممنون منك على التفاعل وعلى النصايح اللي جاي تقدمها. أخ عمر ذنيك الزواج طلعناه بقى ذني يعني شوية خلينا نحكي عن الزواج اللي شوية جاي اهتم بيهن هالأيام. ذني اطلعهن بس مو هسه شباب. انا هم يعني اريد اغير بهذا الترتيب بس هذا كشيء بدائي الحمد لله والشكر. يعني انا صار لي واهس بالزواجي مثل ما عندي واهس بالشوامل هم صار لي واهس بالزواجي. وان شاء الله ذا الله قدرنا وانطانا الصحة والعافية وطولة العمر. وان شاء الله انتم موجودين ويعطيكم الصحة والعافية وطولة العمر. طلع لنا فرخات زينات نسابق بيه. هذا الولد اللي هم طيوره عندي طيوره خوش طيور
وانا عندي كم طير يعني هم زينات، واحنا نشوف نجرب شويه شويه وانتم موجودين نبدا نهد بيهم. بالنسبه لذنيك الفرخات الاربعه، طبعا هذا الابيض هيجي مكتف اسود، لا خلي نتونس عليه. ذنيك الفرخات عندنا يعني هن امهن وابوهن هنا موجودات، وذن الاكبر منهن هم خواتهن، يعني نشوف الصغار نفحصهن ولو هن ما محلقات. يعني اللي ما محلق الصغير اذا ما تحلقه بعد ما يشارك بالسباق، ينحرم بالسباق. يعني حتى لو تهدى فما هيك تهدى يعني تفحصه مثل خلينا نقول بالسباقات، بس ما ينحسب. فاحنا حريمه يعني منا وجاي ان شاء الله. انا هم اريد اسوي حلق يعني حلقات خاصه بي، واخلي اسم القناه عليها بالحلقه ورقم تليفون، وان شاء الله وياكم اول باول. وشباب لا تنسون المتابعه والاعجاب، وصعدونا القناه وهمتكم ومشكورين على الدعم، وكل الشكر للي علق لنا وتحياتنا لكل المشاهدين والمتابعين ومشكورين. اكو تفاعل ونريد منكم بعد ازيد وازيد. ممنون منكم ورحم الله والديكم. ولهنا وننهي حلقتنا لهذا اليوم، وفي امان الله. واذا عندكم شيء جديد مقترحات ذكرونا بالتعليقات، وانا حاضر وانا خادم. اي شيء تردون، اي شيء اللي نقدر عليه نسويه ان شاء الله، ما نقصر وياكم. تحياتي لكم وفي امان الله.